السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ويز نسمة. النهاردة هنكمل حل محافظات العلوم للصف الثاني الإعدادي، والنهاردة معانا محافظة المنوفية. السؤال الأول بيقول: أكمل ما يأتي بكلمة مناسبة. الأشعة تحت الحمراء لها تأثير، والأشعة فوق البنفسجية لها تأثير. الأشعة تحت الحمراء لها تأثير حراري، والأشعة فوق البنفسجية لها تأثير كيميائي. يبقى الأشعة تحت الحمراء لها تأثير حراري، والأشعة فوق البنفسجية لها تأثير كيميائي. 2. تسمى عناصر المجموعة 7A بالهالوجينات. بتتحد مع مكونة أملاح. الهالوجينات اللي هي عناصر المجموعة 7A بتتحد مع الفلزات مكونة أملاح. 3. من الحيوانات المنقرضة قديما بينما من الحيوانات المنقرضة حديثا. من الحيوانات المنقرضة قديما عندي مثالين ليه: الديناصور ممكن أقوله من الحيوانات المنقرضة قديما، أو الماموث من الحيوانات برضو المنقرضة قديما. لكن من الحيوانات المنقرضة حديثا طائر الدودو، يبقى المنقرض حديثا طائر الدودو. 4. عدد المجموعات الفئة B وعدد مجموعات الفئة S. عدد مجموعات الفئة B 6، لكن عدد مجموعات الفئة S 2. تاني حاجة عندنا بيقولي: وضح بالمعادلات الموزونة كل مما يأتي. 1. ازاي احصل على الهيدروجين من المية؟ عشان احصل على الهيدروجين من المية هجيب المية H2O واعمل لها تحليل كهربائي، هتديني H2 الهيدروجين والاكسجين. كده حصلت على الهيدروجين من المية. عملت للماء تحليل كهربائي H2O، عملت له تحليل كهربائي، اعطيها H2 اللي هو الهيدروجين. كده حصلت على الهيدروجين المطلوب، وهيطلع كمان اكسجين. واوزن المعادلة ان انا احط 2 هنا و2 هنا، كون وزنت المعادلة. 2. امرار غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم. ازاي هيحصل لما امرر غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم؟ بالمعادلة: الكلور Cl2 كلوريد البوتاسيوم هيديني KCl زائد البروم. طيب المعادلة ما كانتش موزونة، لكن انا هحط هنا 2 هحط هنا 2، فهبقى وزنتها. ج بيقول لي يقول لي: اذا كان لديك زجاجتين، الزجاجة الاولى بها ماء نقي امر بها غاز ثاني اكسيد الكربون، والزجاجة التانية بها ماء نقي اضيف اليه مسحوق اكسيد المغنيسيوم. ازاي اميز بينهم مع التعليل؟ يبقى انا عندي زجاجتين، زجاجة اولى احط فيها ماء نقي ثاني اكسيد الكربون، والزجاجة التانية احط فيها ماء نقي بس اضيف فيها مسحوق اكسيد المغنيسيوم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنعمل اول حاجة الزجاجة الاولى قال لي ميه ماء نقي، والزجاجة التانية برضو قال لي ماء نقي. الزجاجة الاولى قال لي ضع او مرر عليها ثاني اكسيد الكربون، يبقى ثاني اكسيد الكربون زائد ميه. ثاني اكسيد الكربون زائد ميه هيدينا هيدينا حمض الكربونيك H2CO3 حمض الكربونيك. 2. الزجاجة التانية حطيت ماء نقي برضو بس حطيت عليه مسحوق اكسيد المغنيسيوم. هيحصل هيديني هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم Mg و H2. ال2 دي بتاعت بتاعت تكافؤ المغنيسيوم، والهيدروكسيد احادي والمغنيسيوم ثنائي، فهنعمل مقص، فالهيدروكسيد هيبقى 2، يبقى Mg و H2. يبقى في الزجاجة الأولى الماء النقي حطيت عليه أو مريت عليه ثاني أكسيد الكربون عطيلي حمض الكربونيك. الزجاجة التانية الماء النقي حطيت عليه مسحوق أكسيد المغنيسيوم عطالي هيدروكسيد المغنيسيوم. ازاي هفرق بينهم؟ ده حمض وده قاعدة، أو قلوي. ازاي أفرق ما بينهم؟ بأن أنا أحط صبغة عباد الشمس البنفسجية. بين التفريق بين الحمض وقلوي عندي أحط صبغة عباد الشمس البنفسجية. صبغة عباد الشمس البنفسجية هتعمل في حمض الكربونيك؟ هتحمر صبغة عباد الشمس، يبقى هتحول للون الأحمر. طب هيعمل في هيدروكسيد المغنيسيوم القلوي؟ هيتحول للون الأزرق. يبقى أنا بيزت بين الحمض والقلوي بإضافة صبغة عباد الشمس البنفسجية. في حالة الحمض عضت اللون الأحمر، وفي حالة هيدروكسيد المغنيسيوم عضت اللون الأزرق. 2 بيقولي: اختر الإجابة الصحيحة ما بين قوسين. يبدأ ظهور العناصر الانتقالية ابتداء من الدورة. العناصر الانتقالية بتبدأ تظهر ابتداء من الدورة الرابعة. 2.
محمية هي محمية طبيعية لحماية الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية من الانقراض. المحمية اللي بتحمي الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية من الانقراض هي محمية رأس محمد. رأس محمد هي المحمية الطبيعية لحماية الأنواع النادرة من الشعاب المرجانية. 3 بيقول لي إيه؟ كتلة من الهواء تقع بين ارتفاعين 3 كيلومتر و16 كيلومتر. عايز يعرف إيه النسبة الفيمية من الكتلة من الهواء. تعالوا نشوف هنحل المسألة ازاي. هو عايز كام في المية أو كتلة بين الهواء بتقع بين ارتفاع 3 كيلومتر و16 كيلومتر. شوف معانا، أنا عندي سطح البحر موجود، سطح البحر اهو، ارتفاع 3 كيلومتر هتبقى نسبة الهواء 50% أو كتلة، وعند ارتفاع 16 كيلومتر هتبقى الكتلة 90%. أنا عايز الفرق بين الارتفاعين، فرق النسبة بين الارتفاعين، يبقى 90% ناقص 50% هتديني 40%. يبقى عند ارتفاع 3 كيلومتر النسبة هتبقى 50%، وعند ارتفاع 16 كيلومتر النسبة هتبقى 90%. عايز الكتلة بتاعة الهواء بين الفرق بين الارتفاعين، الفرق بين 3 كيلومتر و 16 كيلومتر. 90% ناقص 50% هتديني 40%. ده المطلوب عندي في المسألة، 40%. 4 التلوث الناتج عن تصريف مخلفات المصانع في الأنهار والبحار تلوث. تصريف المخلفات ده تلوث كيميائي، تصريف المخلفات في البحار والأنهار ده تلوث كيميائي. ب بيقول الشكل المقابل يمثل جزء من الجدول الدوري، فإذا علمت أن التوزيع الإلكتروني لعنصر X هو 282، يعني 282 عدده الذري 12. أجب عما يلي. اكتب التوزيع الإلكتروني لكل من العنصرين A و C، واكتب رقم المجموعة اللي بيقع فيها العنصر Z. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هو هنا في المسألة جاي إن العنصر X توزيع إلكتروني 282، يعني عدده الذري 2 و8 10 و 2 12، يبقى هنا معانا ب12، الإكس ب12. تمام كده، ناقص ايه؟ عايز ممكن أجيب كل اللي موجود عندي ده. عندي السي هزود عدد ذري فهتبقى ب13، يعني هزود 1 فتبقى ب13. طب الدي قبلها في نفس الدورة فهتبقى ال12 انقص منها 1 فهتبقى ب11. يبقى انا الاكس كانت عندي ب12، بعدها في نفس الدورة بعدها بزود 1 فتبقى ب13، قبلها هنقص 1 فتبقى ب11. تمام. الايه هتبقى بكام؟ انا عندي في نفس المجموعة اما بطلع بنقص من 8، ولما انزل بزود 8، فهنا ال12 هنقص منها 8 هتبقى الايه ب4، وال12 هزود عليها 8 هتبقى البي ب20. يبقى انا جبت العدد الذري لكل العناصر اللي عندي، باللي انا زودت 1 لو في نفس الدورة بعدها، او نقصت 1 لو قبلها. في نفس المجموعة لو قبلها هنقص 8، اسفة لو قبلها هنقص 8، لو بعدها هزود 8. التوزيع الالكتروني لعنصر A اللي انا لسه جايباه بكام؟ جايباه ب4. ايه جايباه ب4؟ التوزيع الالكتروني هيبقى كام؟ هيبقى 2 و2 4. التوزيع الالكتروني للعنصر C، التوزيع الالكتروني لعنصر C اللي هو 13. التوزيع الالكتروني لعنصر C، التوزيع الالكتروني لعنصر C اللي هو 13 هيبقى ازاي؟ 2 8 3. يبقى كده جبت اول مطلوب عندي. عايز رقم المجموعة اللي بيقع فيها العنصر دي، العنصر دي ب11. اوزعه ازاي؟ 2 8 1. رقم المجموعة بجيبها من اخر مستوى طاقة واحط جنبها ايه؟ اخر مستوى طاقة بكام؟ ب1، يبقى رقم المجموعة هيكون 1A. يبقى جبت رقم المجموعة ازاي؟ باللي انا اخر مستوى طاقة. جبت رقم المجموعة ازاي؟ ان انا اخر مستوى طاقة وحطيت جنبه العدد اللي فيه وحطيت جنبه ايه، يبقى 1A. 2 بيقول لي ماذا يحدث اذا انقراض احد انواع النظام البيئي البسيط
ايه اللي هيحصل لو انقرض احد انواع النظام البيئي البسيط؟ هيتأثر النظام البسيط بشدة لعدم وجود بديل يعوض غيابه ويقوم بدوره. نظام بيئي بسيط لما افقد او انقرض احد انواعه هيتأثر بشدة لعدم وجود بديل يعوض غيابه ويقوم بدوره. 2. ماذا يحدث إذا تم إحلال مادة السيليكا محل مادة خشب الأشجار؟ لو بدلت مادة السيليكا مكان مادة خشب الأشجار، إيه اللي هيحصل؟ هتتكون حفرية أخشاب متحجرة. جيم بيقول لي إيه؟ جيم قارن بين كل من التروبوبوز والستراتوبوز. أول حاجة معانا هنقارن ما بين الاتنين من حيث الموقع. التروبوبوز هي المنطقة الفاصلة بين التروبوسفير والستراتوسفير، لكن الستراتوبوز من حيث الموقع هي المنطقة الفاصلة بين الستراتوسفير والميزوسفير. يبقى أنا قارنت ما بينهم من حيث الموقع. 2. بيقول لي قارن بين الألتيميتر والأنيرويد من حيث الاستخدام. الأنيرويد بستخدمه في إيه؟ بحدد الطقس المحتمل بمعلومية الضغط الجوي. طب الألتيميتر بستخدمه في إيه؟ في الطائرات عشان أحدد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط الجوي. يبقى الأنيرويد بستخدمه عشان أحدد الطقس المحتمل بمعلومية الضغط الجوي، لكن الألتيميتر بستخدمه في الطائرات عشان أحدد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط الجوي. 3. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1. بيحتوي كل مستوى طاقة ثانوي على عدد محدود من مستويات الطاقة الفرعية. لا، غلط. ليه غلط؟ لأن مش كل مستوى طاقة ثانوي اللي بيحتوي على عدد مستويات من الطاقة الفرعية، لا، ده كل مستوى طاقة رئيسي هو اللي بيحتوي على عدد من مستويات الطاقة الفرعية. 2. تبدأ كل مجموعة من الجدول الدوري الحديث بملء مستوى طاقة جديد بالإلكترونات. كل مجموعة بتبدأ باللي هي تملى مستوى طاقة جديد؟ لا، برضو غلط، لأن مش كل مجموعة هي اللي بتبدأ، دي كل دورة هي اللي بتبدأ بملء مستوى جديد من طاقة جديد بالإلكترونات. 3. تنتج الهالونات من الطائرات الأسرع من الصوت. لا، غلط، مش الهالونات اللي بتنتج من الطائرات الأسرع من الصوت، أمال إيه؟ أكاسيد النيتروجين. 4. يمثل إكروبوتراكس حفرية لكائنات دقيقة تستخدم في التثقيب عن البترول. غلط برضو، الفورمونيفاير. الاسم أو الشكل المقابل يمثل حزامان مغناطيسيين يحيطان بكوكب الأرض. الاسم العلمي لهما حزامي فان ألاين. ده شكلهم عبارة عن حزامين مغناطيسيين بيحيطين بكوكب الأرض. اسم الظاهرة اللي بتنتج عن وجودهم ظاهرة الشفق، هي اللي بتنتج عن وجود الحزامين دول. 2. استغرب الكلمة الغير المناسبة: صوديوم، سيزيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم. ايه المختلف ما بينهم او الكلمة الغير مناسبة بينهم هي المغنيسيوم. ليه المغنيسيوم؟ لان باقي العناصر من الاقلاء. 2. السيليكون، البورون، الزرنيخ، اللاسيوم. المختلف ما بينهم اللاسيوم. ليه المختلف؟ لأن الباقي السيليكون والبورون والزرنيخ من أشباه الفلزات. جيم. اذكر مثالا لكل من حفرية كائن كامل. حفرية كائن كامل عندي مثالين. ممكن أقول حفرية الماموس، دي من الحفريات الكائن الكامل. وكمان عندي غير الماموس عندي حفرية الكهرمان، كمان هي من حفرية الكائن الكامل. الماموس والكهرمان من حفريات الكائن الكامل. 2. حفرية طابع عندي ممكن حفرية طابع سمكة ممكن تكون مثال ليها. وعندي كمان مثال
حفرية طابع بتكون حفرية طابع نبات من السرسخيات. يبقى عندي مثالين ليها: حفرية طابع سمكة أو حفرية طابع نبات من السرسخيات. 4. علل لما يأتي. طائر الدودو كائن فريسة سهل الاصطياد. ليه طائر الدودو كائن فريسته سهلة الاصطياد؟ لأنه من الطيور اللي لا تطير لصغر أجنحتها، هو من الطيور اللي ما بتطيرش صغر أجنحتها، فسهل الاصطياد بتاعه. 2. طرق مندليف خانات فارغة في الجدول الدوري. ليه مندليف طرق أو خانات فارغة في الجدول الدوري؟ طرق مكان خانات فارغة لأنه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الذرية. يبقى هو طرق مندليف طرق خانات فارغة في الجدول الدوري عشان أو لأنه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الذرية. 3. حركة الهواء في التروبوسفير رأسية. ليه حركة الهواء رأسية؟ لأن بتتصاعد تيارات الهواء الساخنة لأعلى وبتهبط أو هبوط تيارات الهواء الباردة لأسفل. بتتصاعد تيارات الهواء الساخنة لأعلى وهبوط تيارات الهواء الباردة لأسفل. 4. يعتقد العلماء أن جبل المقدم كان جزءا من قاع البحر منذ 35 مليون سنة. لا يعتقدوا الاعتقاد ده لوجود حفريات النيمولايت في صخور أحجار جيرية، ودي بتكون عمرها 35 مليون سنة. ب. اكتب المصطلح الدال على كل من العبارات الآتية: ترتيب العناصر تنازليا حسب النشاط الكيميائي، دي متسلسلة النشاط الكيميائي. موت كل أفراد النوع الواحد، ده تعريف للانقراض. أسخن طبقات الغلاف الجوي. أسخن طبقات الغلاف الجوي هي الستراتوسفير. الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، دي ظاهرة الاحترار العالمي. المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية: 1. ترتيب العناصر تنازليا حسب النشاط الكيميائي. ترتيب العناصر تنازليا حسب النشاط الكيميائي، ده تعريف متسلسلة النشاط الكيميائي. 2. موت كل أفراد النوع الواحد. موت كل أفراد النوع الواحد، ده تعريف الانقراض. 3. أسخن طبقات الغلاف الجوي. أسخن طبقات الغلاف الجوي هو الستراتوسفير هو أسخن طبقات الغلاف الجوي. الارتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، ده تعريف ظاهرة الاحترار العالمي. ج. الشكل المقابل من يوضح نوعية من الروابط الكيميائية اذكرها. والرابطة المسؤولة عن شذوذ خواص هذه السوائل. نوع الرابطة الموجودة بين الهيدروجين والأكسجين رابطة تساهمية. لكن نوع الرابطة الموجودة بين جزيء مية وبين جزيء مية دي بتكون رابطة هيدروجينية. الرابطة المسؤولة عن شذوذ خواص السائل بتكون رابطة ايه؟ الرابطة المسؤولة عن شذوذ خواص هذه السوائل بتكون الرابطة الهيدروجينية. يبقى هنا الرابطة التساهمية وهنا الرابطة الهيدروجينية، والرابطة المسؤولة عن شذوذ خواص السائل هي الهيدروجينية أو الرابطة الهيدروجينية. بكده نكون خلصنا حل محافظة المنوفية، وبكون استفدتوا. أي سؤال اكتبوه في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.